ازاي ممكن تفتكر احلامك؟ في الحقيقه من البودكاست المهمه اللي انا بتابعها البودكاست بتاع جيم كويك. من الحاجات اللي هو دايما بيتكلم عليها موضوع تذكر الاحلام. هو بيقول ليه اصلا مهم ان احنا نفتكر احلامنا؟ لسببين. السبب الاولاني ان الاحلام دي بتاخد جزء من يومك، اللي هو ممكن مثلا لو احنا افترضنا ان انت بتنام 8 ساعات بتلاقي في جزء منهم مخصص للاحلام وليكن مثلا 4 ساعات، فكل يوم 4 ساعات بيضيعوا في الاحلام. فعشان تبقى استفدت من الوقت ده هتبقى حاجه كويسه جدا ان انت تفتكر الحلم بتاعك بعد ما تصحى. السبب التاني بقى ان هو معظم الناس المؤثره واللي عملت اختراعات كبيره وصلت للحلول بتاعتها من بعد حلم من الاحلام بتوعها. يعني نظريه النسبيه بتاعت البرت اينشتاين كان وصل لها وهو بيحلم. في المؤلفه بتاعت سلسله كتب فرانكشتاين اللي اتعمل مئات الافلام والمسلسلات دي برضو كانت وصلت للفكره بتاعتها من حلم من الاحلام. فانت لو في مشكله شاغله بالك ممكن المشكله دي عقلك اللاواعي يوصلك الحل ليها عن طريق حلم من الاحلام. هو في الحقيقه بيقول ان انت عشان تفتكر الاحلام بتاعتك في 5 خطوات ممكن تعملهم. هو اختصر ال5 خطوات دي في كلمه دريمز. اول خطوه اللي هي حرف الدي، ديسايد، قرر. بمعنى ان انت لما تقرر قبل ما تنام ان انت عايز تفتكر الحلم بتاعك فعلا هتقدر تفتكره. تاني حاجه اللي هو الار المقصود بيها ريكورد او سجل. يعني مهم ان انت يبقى جنب المكان اللي بتنام منه يا اما ورقه وقلم يا اما اي حاجه جهاز تسجيل، بحيث ان انت اول ما تصحى من الحلم تسجل الحلم بتاعك. تالت حاجه اللي هي الاي، المقصود الاي دي اللي يقصد بيها الاي، اي واي اي، يعني اللي هي العين. يعني المقصود بيها ان انت اول ما تصحى من النوم ما تفتحش عينك على طول، لا تخليها مغمضه ولو 20 30 ثانيه بحيث ان انت تفتكر الاحلام بتاعتك، لان ده بيساعد ان انت تفتكرها. رابع حاجه بقى في دريمز اللي هي الايه، المقصود بيها الافرميشن، يعني او التوكيدات. يعني انت تقعد تقول لنفسك قبل ما تنام انا هفتكر الحلم بتاعي بكره اول ما اصحى، تقعد بقى تكررها كذا مره قبل ما تنام وبالفعل بتجيب نتيجه. خامس حاجه اللي هي الام، اللي هي مانج يور سليب. يعني اهتم بان انت تنظم النوم بتاعك، يعني ان انت تنام 7 ساعات ونص اللي هم المظبوطين للنوم بتاعك، ان انت قبل ما تنام تكون مهيئ الجو للنوم. كل ده بيساعد ان انت لما تصحى تفتكر الحلم بتاعك. اخر حاجه بقى الاس في دريمز اللي هو شير، ان انت يعني تشارك بقى حد تعرفه او حد بتثق فيه تحكي له على الحلم بتاعك، ده بيساعد على تثبيت الحلم ده. في الحقيقه انا بالفعل جربت الطريقه دي واكتشفت ان انا فعلا بقدر افتكر الاحلام بتاعتي، رغم ان انا قبل كده كان مستحيل افتكر الحلم. لحد دلوقتي ما وصلتش يعني الفكره او حاجه من النتيجه للاحلام، بس اللي لاحظته ان انا لما بدات اسجل الاحلام بتاعتي واكتبها، يعني مثلا ان في حلم معين لقيته بيتكرر تقريبا او اتكرر معايا 7 مرات باشخاص مختلفين، لكن حلم بيحصل في نفس المكان وفي نفس الظروف، لكن ممكن الاشخاص هي اللي تكون مختلفه. في الحقيقه لسه ما وصلتش بالظبط ده يعني الغرض منه ايه او الحلم ده جاي يقول لي ايه، بس ان شاء الله ممكن في المستقبل اوصل وممكن اشارككم ساعتها.